في بطولات كده ما تتنسيش، مش عشان مين اللي كسبها، لا عشان اللي حصل فيها. دوري ابطال اوروبا 2004 كان موسم كله مفاجآت، موسم لعيبه طلعت فجأة وقدمت كوره محدش كان متوقعها، زي ديكو اللي كان بيكسر الدنيا في نص الملعب، ومورينتس اللي فجأة بقى كابوس لدفاعات اوروبا كلها، واهداف اتحفرت في الذاكره، ماتشات كانت بتتقلب في اخر لحظه، وفرق محدش كان حاططها في الحسبان بقت حديث اوروبا كلها والعالم. في الحلقه دي هنعيد اجواء دوري ابطال اوروبا 2004 من اول جروب لحد النهائي. بس انت اعمل لايك واشتراك وفولو على حسب المنصه اللي انت بتتابعنا عليها، وصلي على النبي وجهز كوبايه الشاي، ويلا بينا نرجع للزمن ونعيش الموسم اللي قلب كل التوقعات. وهنبدأ بدور المجموعات، وكانت أول مجموعة معانا وهي المجموعة A، كانت بتضم في الصدارة فريق ليون ب10 نقاط، كسب 3 ماتشات وتعادل ماتش وخسر ماتشين. ليون ساعتها كان فريق تقيل جدا في فرنسا وفي العالم، وأي فرقة بتقابله بتعمل له حساب، وعنده واحد في الملعب اسمه جوجينو ده كان ملك الفاولات ساعتها وأشهر لاعب في الفاولات، وأي فاول حوالين المنطقة أو في الملعب أنت خلاص ضامن إن هو هيسجله. الراجل ده كان بيحط الكرة في المقص وهو مغمض، وكان مسمينه ملك الفاولات، وكان بيجي في المركز الثاني بايرن ميونخ ب9 نقاط بفوزين و3 تعادلات وخساره. البايرن ساعتها كانت باير فعلا، كان فريق خبره وشخصيه، وعنده اوليفر كان الحارس الاسطوري في الحراسه اللي هو محدش يقدر يسجل عليه غير المهاجم التقيل، وكان عندهم في نص الملعب بالك، هو كان منحوس بس كان نص ملعب جبار، حتى لو الاداء ما كانش موبيل بس دايما صعب تكسب البايرن. وبيجي سيلتيك في المركز الثالث ب7 نقاط، كسب ماتشين وخسر 3 ماتشات. كان فريق محترم بس كان بيعتمد اكتر على الروح والجمهور، وكان ملعبهم دايما ضغط على اي حد، وكان الموضوع صعب على اي فرقه بتقابلهم. وكان بيجي في المركز الاخير اندرلخت نفس الحكايه ب7 نقاط بفوزين وتعادل و3 هزايم، كان ساعتها فريق محترم بس المجموعه دي كانت اعلى من امكانياتهم ساعتها. وفي الاخر لوين وباير هم اللي عدوا والباقي ودع بدري. ونخش على طول على المجموعه بي اللي كانت بتضم ارسنال وموسكو وانتر ميلان ودينامو كييف. طبيعي انت لو شفت المجموعه دي هتقول ارسنال وانتر ضامنين التاهل، لكن هنا هقول لك لا، المجموعه دي كانت مجموعه خادعه، وناس كتير قوي كانت شايفه ان الموضوع سهل، ارسنال وانتر خلاص كده متاهلين، بس اللي حصل جوه الملعب كان غير اي توقعات. وفي المركز الاول جه ارسنال ب10 نقاط، كسب 3 ماتشات وتعادل ماتش وخسر ماتشين. ارسنال ساعتها كان فريق كره تقيل جدا، وكان لعب تيكي تاكا، وكان فريق اسطوري، ودي السنه اللي كسب فيها الدوري من غير اي خساره، وكان فريق مرشح لدوري الابطال، كان عنده سرعه ولعب على الارض، وعنده تيري هنري اللي كان في عزه اي مساحه قدامه كان خطر على المدافعين، وغير بيركام اللي بلمساته، وغير طبعا كامل اللي كان قافل الدفاع، كانت فرقه يعني. وبيجي في المركز الثاني مش الانتر، لا بيجي موسكو، بيجي تاني المجموعه ب8 نقاط، كسب 2 وتعادل 2 وخسر 2، وده الفريق اللي قلب الدنيا ساعتها على ارضه، وكان صعب جدا. والسفر لروسيا وقتها هناك كان مرهق، وفرق كبيره راحت هناك وكانت فاكره ان الموضوع سهل، وخرجت بنقط ضايعه منها كتير. وبيجي في المركز الثالث والمفاجاه انتر ميلان، وهنا كانت المفاجاه فعلا لان انتر ميلان جه بنفس النقاط 8 نقاط، وكسب برضه 2 وتعادل 2 وخسر 2. دلوقتي انت بتسال بتقول لي ليه الانتر الثالث وموسكو الثاني مع ان الاثنين متعادلين في النقاط؟ هقول لك انا قانون دوري الابطال بيقول لك لو فرقتين متعادلين في نفس النقاط بيحسب بالمواجهات المباشره. يعني ايه المواجهات المباشره؟ يعني مثلا موسكو قابل الانتر مباريتين، المباراه الاولى خلصت 3-0 لموسكو، والمباراه الثانيه خلصت 1-1، فكده مين متفوق في المباريتين؟ موسكو، يبقى كده موسكو هي اللي تتصدر على الانتر، فكده اللي بيتصدر المتفوق في المواجهتين ما بين الفرقتين اللي هم متعادلين في النقاط. ويا رب اكون شرحتها بطريقه صح وفهمتوني. وزي ما قلت لكم الانتر جه في المركز الثالث وخرج من دوري الابطال، ودي كانت صدمه وقتها لان الانتر كان داخل وهو ضامن نفسه اصلا، اسماء تقيله زي فييري وزانيتي وادريانو وكريسبو، بس الفريق ما كانش ثابت في الاداء، كان بيضيع ماتش ويكسب ماتش، ودوري الابطال ما بيرحمش، اي غلطه خلاص انت باي باي. وبيجي في المركز الرابع دينامو كييف ب7 نقاط، كسب ماتشين وتعادل ماتش وخسر 3. هو كان فريق منظم بس المجموعه كانت اعلى منه، بس هو كان فريق مزعج يعني، وبيصعب الماتش على اي حد يقابله. المجموعه دي قالت كلمه واضحه جدا، مش كل فريق تقيل لازم يكمل، ومش كل فرقه داخله ضامنه هتصعد. ونخش على طول على المجموعه سي اللي كانت بتضم موناكو وديبرتيفو لا كارونيا وايندهوفن وايك اثين. المجموعه دي كانت على الورق سهله ومحدش كان مهتم بيه، بس طلعت في الاخر مجموعه مجنونه، وكانت فيها مفاجاه البطوله موناكو، وكان فيها القناص ومرعب الحراس مورينتس هداف المجموعه. جه في المركز الاول موناكو ب11 نقطه، كسب 3 وتعادل 2 وخسر 1. موناكو هنا كان مفاجاه الموسم، فريق جريء بيلعب من غير رهبه وضغط عالي وسرعه في التحول، وكان عندهم مورينتس هداف المجموعه، اسم تقيل وخبره ريال مدريد السابقه، وفي كل كوره جوه الصندوق كان خطر حقيقي على الحراس، وكل ماتش كانوا بيثبتوا انهم جايين بجد مش زياده شرف. ويجي في المركز
الثاني ديبورتيفو لا كورونيا ب 10 نقاط، فاز 3 وتعادل ماتش وخسر 2. ديبورتيفو لا كورونيا كان فريق خبره، عارف يعني ايه دوري الابطال، مش اقوى نسخه ليه بس كان بيعرف امتى يقفل وامتى يضرب، وكان معاهم دييغو تريستان مهاجم تقيل ومش محتاج فرص كتير، كره واحده وكان ممكن يخلص الماتش، مع تنظيم دفاعي وقوه على ملعبه وخبره في دوري الابطال هي اللي شريته للنقطه العشر. ويجي في المركز الثالث ايندهوفن ب 10 نقاط، فاز 3 وتعادل ماتش وخسر 2، نفس رصيد النقاط، بس فريق المواجهات زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في المجموعه اللي قبلها، فريق المواجهات هو اللي حسم كل حاجه، فريق كان منظم، كره جماعيه، بس عيبه كان بيفتقد الحسم في اللحظات المهمه، ودوري الابطال ما بيرحمش، اللي يضيع فرصه يطلع بره. وبيجي في المركز الرابع والاخير ايك اثينا، اخر المجموعه بنقطتين من غير ولا فوز وتعادلين واربع هزايم، كانت محاوله مشرفه بس الفرق كان واضح، قله خبره وضغط البطوله واجواء اوروبا اللي كانت اكبر من امكانياتهم. المجموعه سي قالت كلمه واضحه، الاسم مش كل حاجه والنقاط بتتحسب في التفاصيل، فريق منظم ممكن يسبق فرق اقوى منه بكتير، ومواجهه واحده بس ممكن تغير ترتيب المجموعه كامل. ونخش على طول على المجموعه دي. المجموعه دي كان فيها اسم تقيل قوي ساعتها هو يوفنتوس، بس التأهل ما كانش سهل زي ما الناس كانت فاكره. ريال سوسيداد وقتها كان في فتره قويه جدا وكان البرايم بتاعه، وجالاتا سراي دايما كان خصم مش مريح، واولمبياكوس في اليونان على ملعبه كان بيبقى نار. المجموعه دي ما كانش فيها استعراض، كانت الفرق كلها بتدب في بعض. يجي في المركز الاول يوفنتوس ب 13 نقطه ب4 فوز وتعادل وخساره. يوفنتوس وقتها كان فريق خبره بجد، قدامك ديل بيرو وتريزيجيه، وفي النص نيدفيد وكومارنيزي، وورا ترام وكانافارو، وفي الحراسه الاخطبوط افضل حارس في التاريخ بوفون. فريق من الاسامي يكسب البطوله، بس الاسامي مش كل حاجه في كره القدم. فرقه ما كانتش بتجري كتير، كانت بتخلص الماتش في اللحظه الصح، والفرقه لو اتقدمت بتقفل عليك، ولو اتزنقت عنده لاعب يحلها، وانا شايف ان هي صداره طبيعيه الفريق بالحجم ده ساعتها. وبيجي في المركز الثاني ريال سوسيداد بتسع نقاط ب2 فوز وثلاث تعادلات وخساره. ريال سوسيداد وقتها كان فريق منظم جدا، وفي النص كان تشافي الونسو كان لسه طالع، وقدام بقى التركي ناد اهواجي، وعلى الجنب كاربين، فريق بيعرف يمسك كرة صح وعمره ما يتهز بسهوله. الثلاث تعادلات هم اللي فرقوا معاه في البطوله، وكان بياخد اللي يقدر عليه وده كفايه انه يعديه. وبيجي في المركز الثالث ب7 نقاط جالاتا سراي ب2 فوز وتعادل وثلاث خسارات. جالاتا سراي ساعتها كانت فرقه ممتازه بس ما كانش بتعمل الفارق، يعني كانت مشكلتها في الثبات، ماتش كويس وماتش يقع، وجالاتا سراي ساعتها ما قدرش يكمل بنفس النمط، وكان الفرق بينه وبين ريال سوسيداد ساعتها كان بسيط، بس دوري الابطال البسيط ده بيطلعك بره. ويجي في المركز الرابع ب4 نقاط اولمبياكوس كان بيحاول وكان على ملعبه صعب، بس الفرق بينه وبين الفرق التانية واضح، وكان عنده جيوفاني البرازيلي، بس قدام الفرق الكبيره كان الموضوع محتاج اكتر من لاعب، فعشان كده خرج بدري والمجموعه كملت من غيره. المجموعه دي ما كانتش مجنونه، كانت هاديه، بس الفرقه كانت عارفه تمسك رتم الماتش على مزاجها، الخبره كسبت والهدوء اهل، واللي ما عرفش يحافظ على مستواه اتعاقب وطلع. ونخش على طول على المجموعه ايه. المجموعه ايه كان فيها مانشستر يونايتد ساعتها في البرايم بتاعه، ولما كان اي حد يقابله بيترعب، ايام لما كان فرقه تقيله فعلا، وكانت بقياده السير اليكس، وكان معاهم شوتجر الالماني اللي كان عامل موسم قوي ساعتها، وكان معاهم بلسينياكوس فريق مش سهل بس كان في اليونان، وكان معاهم رينجرز الاستوكلاندي اللي كان دايما عنده شخصيه. المجموعه دي ما كانتش دراميه قوي بس كانت واضحه قوي مين اللي هيتاهل. وجه في المركز الاول بتصدر مستحق مانشستر يونايتد ب15 نقطه ب5 فوز وخساره واحده وصفر تعادل. اليونايتد وقتها كان مليان نجوم، فان نيستلروي قدام وراين جيجز وبودي سكولز في النص، وكريستيانو رونالدو لما كان لسه شاب صغير، وروي كين لما كان قائد. فريق هجومي جدا وكان بيسجل كتير وبيسيطر على الماتش بمزاجه، وخسر ماتش واحد بس في المجموعه، غير كده كان هو الافضل في المجموعه. ويجي في المركز الثاني شوتجر الالماني ب12 نقطه ب4 فوز وخسارتين. شوتجر الالماني ساعتها كان فريق سريع ومنظم، وكان معاهم الاسطوره كيفن كارواليو قدام، وكان معاهم في النص الكسندر يلب، وكان الفريق بيعرف يضغط كويس وكان بيعرف يمسك كوره. وقبل ما المجموعه تبدا ما كانش اصلا مرشح ان هو يعدي دور المجموعات، بس كسب 4 ماتشات، لعب بثقه وقدر ياخد المركز الثاني من غير اي حسابات معقده. وبيجي في المركز الثالث بلسينياكوس ب4 نقاط بفوز وتعادل و4 هزايم. الفريق اليوناني ده حاول وملعبه ساعتها كان صعب جدا، لكن الجيل ده ما كانش اقوى حاجه، مشكلته كانت في الهجوم وما قدرش ينافس. وبيجي في المركز الرابع رينجرز ب4 نقاط بفوز وتعادل و4 هزايم. الفرقه دي كانت بتعتمد على القوه البدنيه اكتر من اللعب، برغم ان هم كان معاهم ارتيتا في النص، وكان معاهم في الهجوم دادو بورشو، بس المستوى كان اقل حاجه من يونايتد. وشوتجر خرج بدري قوي والمنافسه خلصت بجوله. المجموعه دي ما كانتش مفاجاه، يونايتد سيطر وشوتجر استغل الفرصه، والباقي حاول، بس الجوده والخبره هي اللي حسم. ونخش على طول على المجموعه اف. المجموعه دي كان شكلها واضح من الاول، بس جوه الملعب كانت غير اي توقعات. ريال مدريد ساعتها كان ملوك اوروبا والجيل الذهبي بتاع الجلاتيكوس، وعندك بورتو فريق شاب لسه بس وراه مدرب مجنون تكتيك وكان لسه في بدايته، وعندك مارسيليا اسم تقيل في فرنسا بس اوروبيا مش نفس الرعب، وعندك بارتيزيان فريق صعب على ارضه بس الامكانيات ما كانتش نفس المستوى بتاعت الفرق اللي معاه. ونخش على طول على ترتيب المجموعه. عندك في الصداره ريال مدريد ب14 نقطه ب4 فوز و2 تعادل
تعادل وصفر خساره. ريال مدريد وقتها كان السكواد بتاعه يخض، كان فريق الاحلام حرفيا. في النص كان زين الدين زيدان وديفيد بيكهام، وقدام رونالدو وراؤول، وعلى الشمال السرعه الصاروخيه والرجل الصاروخيه روبرتو كارلوس. الفريق كان بيكسب في المجموعه دي 100% من غير اي ضغط، وجوده فرديه تكسبك ماتش لوحدها. 14 نقطه بدون هزيمه، رساله واضحه لفرق البطوله ان احنا جايين هنا عشان الكاس. وبيجي في المركز الثاني ب 11 نقطه بورتو البرتغالي ب3 فوز و2 تعادل وخساره. بورتو وقتها كان فريق منظم جدا، بس اللي كان وراه هو السر، وهو المدرب ساعتها الشاب جوزيه مورينيو. وجوزيه مورينيو كان لسه بيكتب بدايه نجاحاته في مسيرته التدريبيه. بورتو كان فريق بيعرف يقفل الملعب صح ويخطف الماتش في لحظه، وكان عنده في الملعب ديكو احسن لاعب في البطوله، وكارفاليو وباولو فيريرا وبيني ميكارسي. فريق كان بيلعب بروح واحد، وفي الاخر جمعوا 11 نقطه وكان تاهل مستحق، ووقتها ما حدش كان متخيل ان هم هيكملوا المشوار. وبيجي في المركز الثالث مارسيليا ب4 نقط بفوز وتعادل و4 خسارات. مارسيليا ساعتها كان عنده جمهور نار وجماهيريه عاليه واسماء كويسه في الهجوم زي دروجبا، بس الدفاع كان كله بيغلط كتير. الفريق ما كانش ثابت، مره يقاتل ومره ينهار. 4 نقط بس وخرج بدري. وبيجي في المركز الرابع والاخير بارتيزان ب3 نقط بصفر فوز و3 تعادل و3 خساره. بارتيزان ما كانش وحش، كان بيعاند وتعادل 3 ماتشات بس ما فيش فوز. فريق كان بيعتمد على الروح وملعبه الصعب، لكن الجوده ما فيش. الجوده ما كانتش كفايه قدام ريال مدريد وبورتو، عشان كده خرج ب3 نقاط. المجموعه دي كان شكلها تقليدي جدا، بس كانت بدايه قصه عظيمه. ريال مدريد دخل كمرشح اول، وساعتها بورتو دخل بهدوء ومن غير دوشه، بس قلب الطاوله على كل الفرق اللي في البطوله. ونخش على طول على المجموعه جي والمجموعه قبل الاخير. المجموعه دي كان شكلها واضح من الاول، مش اقوى مجموعه في البطوله، بس فيها اسماء تقيله وفيها زمن تاني خالص. ويجي في المركز الاول تشيلسي ب13 نقطه ب4 فوز وتعادل وخساره. تشيلسي وقتها كان داخل بعقليه جديده، ولسه روماني برونفيتش كان داخل النادي والفلوس بدات تتحط على الترابيزه. والمدرب ساعتها كان رانيري، وفي الملعب كان لامبرد وماكاليلي وكريسبو وجون تيري وجالس، وفرقه كانت تقيله ومنظمه. وكان واضح ان تشيلسي ما كانش جاي يشارك، كان جاي يعلن نفسه اوروبيا. وبيجي في المركز الثاني ب8 نقاط سبارتا براغ ب2 فوز و2 تعادل وخسارتين. ما كانش معاهم اسماء مرعبه، بس ملعبهم في التشيك كان دايما صعب. سبارتا ساعتها كان بيعرف يخطف النقاط ويعمل مفاجاه صح، وساعتها جمع 8 نقاط مستحقه. وبيجي في المركز الثالث بشكتاش ب7 نقط ب2 فوز وتعادل و3 خسارات. والملعب بتاعهم في اسطنبول كان جحيم. الجمهور التركي وقتها كان حاجه تانية خالص، وكان عنده اسامي زي إيلان مالسيز وسيرجان بالتشين ودانيال بانكو. فريق كان هجومي بس دفاعيا كان متواضع، بس جمع 7 نقاط في الاخر وكان قريب يخطف الوصاف. ويجي في المركز الاخير والرابع لاتسيو ب5 نقاط بفوز وتعادلين و3 خسارات. لاتسيو بعد جيل نيدفيد وفيرون بدا يهدى شويه، بس كان عنده اسامي متواضعه مش وحشه زي ستالجوفيتش، وكان عنده باولو دي كانيو وجوزيبي فافالي. كان عندهم روح بس مش نفس قوه بدايه الالفينات، فعشان كده جمعوا 5 نقاط وخرجوا بدري. المجموعه دي ما كانتش الاشرس، بس كانت بدايه اعلان ميلاد تشيلسي الجديد وبدايه ظهور الاسطوره مورينيو. وهو كان لسه ما وصلش، بس المشروع كان لسه بيتبني. ونخش اخيرا على اخر مجموعه، وهي المجموعه اتش. كانت مجموعه ساعتها اسمها لوحدها تقيل، بطل اوروبا وقتها قدام مدرسه هولنديه عريقه وفريق اسباني عنيد، وبطل بلجيكا اللي كان بيخسر بالعافيه ميلان وسيلتا فيجو وكلوب بروج واياكس. كانت مجموعه متوازنه وكان فيها خبره دوري الابطال. وكان بيجي في المركز الاول ب10 نقاط اي سي ميلان ب3 فوز وتعادل وخسارتين. ميلان وقتها كان حامل اللقب قبليها، وكارلو انشيلوتي كان على الدكه، والفريق كان مليان نجوم تقيله. وكان في الدفاع احسن مدافع في التاريخ باولو مالديني الاسطوره ونيستا وكافو، وفي النص اندريا بيلو وسيدورف وكاكا، وفي الهجوم القناص شيفشينكو. فريق كان بيعرف يمسك الكره صح ويمشي المباراه على مزاجه، مش دايما كان بيكتسح بس بيعرف يكسب ويجمع نقاط، فعشان كده جمع 10 نقاط. صداره ما كانتش سهله بس بخبره الكبار. وبيجي في المركز الثاني ب9 نقاط سيلتا فيجو ب2 فوز و3 تعادل وخساره. سيلتا فيجو كان المفاجاه في المجموعه دي، فريق اسباني بيعتمد على الاستحواذ سعيد ولعب قصير وسريع، والاسماء اللي عندهم كانت مهمه زي الكسندر مستفوري وكاربين وسيلفينيو. فرقه كانت بتعرف تخطف النقاط صح، وجمعوا 9 نقاط وكان صعود مستحق. وبيجي في المركز الثالث كلوب بروج ب8 نقاط ب2 فوز و2 تعادل و2 خساره. فريق كان منظم بس مش مشهور اوروبيا وقتها، بس صعب جدا على ارضه، وكان قريب جدا يخطف التاهل من سيلتا فيجو ب8 نقاط، وخرج بدري بفريق نقطه واحده بس. ونيجي بقى للمفاجاه، وهنا كانت المفاجاه والصدمه. بيجي اياكس في المركز الرابع ب6 نقاط ب2 فوز و4 خساره. اياكس تاريخيا كان اسم كبير، لكن ساعتها كان جيل شاب لسه وبيتبني. كان عندهم فان داير وزلاتان ابراهيموفيتش وشنايدر وماكسويل. فريق كان موهوب ولسه شاب، بس كان ناقصه خبره، وعشان كده جمعوا 6 نقاط وخرجوا بدري وصدموا الجمهور الهولندي ساعتها. المجموعه دي كانت بتعتمد على الخبره. ميلان عرف ازاي يمشي مجموعته بهدوء، وسيلتا فيجو خطف بطاقه التاهل عن كروبروج بنقطه واحده بس. سانسيرو ايامها كان لسه مليان على اخره، ومصان اديداس القديمه، وكاكا ساعتها كان نجم ساطع، وقت ما دوري الابطال كان بيعتمد على الشخصيه مش السرعه بس. وبكده يكون انتهى دور المجموعات وخلص، وكده عرفنا مين اللي صعد. يلا بقى نروح على الدور اللي بعده.
وخلينا نركن اللي فات ده كله على جنب ونخش بقى على المدعكه والجد، وهو دور ال 16. ومن دور ال 16 والادوار اللي بعديها بدات بقى متعه دوري الابطال. قبل ما نبدا في مباريات دور ال 16، دور ال 16 بيبقى مباراه ذهاب وعوده، فهنلخص المباراتين مع بعض. واول ماتش معانا وقع في دور ال 16 كان ريال مدريد وبايرن ميونخ. ساعتها ريال مدريد وبايرن ميونخ كانت مواجهه تقيله، وريال مدريد كان بيحاول يرجع للقب تاني، وبايرن ميونخ الالماني كانت فرقه تقيله ساعتها وهجوميه وبتعتمد على التنظيم والقوه والانضباط، والماتشين ما كانوش مفتوحين، الفرقتين كانوا مقفلين بس بذكاء. واول ماتش معانا في دور ال 16 كان الذهاب بين الباير وريال مدريد. ماتش الذهاب بين الباير ومدريد بيبدا وكله على اعصابه اللعيبه والجماهير. الباير دخل الماتش لعب بقوه بدنيه عاليه وضغط في نص الملعب على مدريد، والريال كان مستني المساحه اللي تفضى. وفي الدقيقه 75 الهجمه بتبدا من بالك والكره بتوصل ناحيه اليمين، وعرضيه سريعه قوي جوه منطقه ال 18 ومكاي يتحرك قدام المدافع، ورأسيه قويه جدا والكره تدخل في القائم القريب وتمركز صح في لحظه صح. رغم الهدف جه متاخر وفي الدقيقه 75 لكن الريال ما استسلمش، ولاعيبه مدريد كانت عارفه قيمه الهدف بره الملعب مهم ازاي. وفي الدقيقه 83 كره ثابته من نص الملعب وروبرتو كارلوس يرجع خطوتين لورا ويشوطها صاروخيه، والكره تعدي الحيطه وتدخل ما بين اوليفر كان بطريقه غريبه، وغلطه كانت السبب في خروج البايرن. والنتيجه فضلت 1-1 والماتش خلص، وهدف الريال رجع الريال في المواجهه بالكامل، وساعتها الماتش انتهى بنتيجه 1-1 وبالتعادل. ونخش بقى على مباراه الاياب، والبرنابيو ساعتها كان هادي جدا والجماهير كلها متوتره، وهدف واحد بس من مدريد ممكن يخلص كل حاجه، وفعلا ده اللي حصل. وفي الدقيقه 32 هجمه منظمه وكره عرضيه جوه ال 18 لزيدان، وزيدان بانهاء عالمي يلمس الكره بس ويركنها بيدوق ويصعب الامور على البايرن. بعدها الريال لعب بعقل وقفل المساحات وقفل على البايرن الملعب خالص ومبقاش عارفوا يهاجموا، وبرغم ان البايرن بدا يهاجم كتير عشان يرجع في النتيجه، الريال ثبت على النتيجه والماتش ينتهي 2-1 لمدريد. وبكده ريال مدريد يتاهل لربع النهائي ويستنى المواجهه اللي بعدها هيقابل مين. وتاني مواجهه معانا في دور ال 16 كانت ما بين موسكو الروسي وموناكو الفرنسي. مواجهه يمكن على الورق ما كانتش تقيله زي الريال والبايرن، لكن كانت واحده من اكتر المواجهات تكتيك في الدور ده، والماتشين كانوا شد اعصاب والتفاصيل الصغيره هي اللي حسمت المواجهه. ويبدا معانا ماتش الذهاب ما بين موسكو وموناكو، وفي الدقيقه 32 هجمه منظمه من موسكو والكره توصل في ال 18 للمهاجم واستلمها وشاطها في اليمين الضيقه، والكره تفرتك مرمى موناكو وكده 1-0 لموسكو. وموسكو فضل يكمل في ضغطه في اللعب، وفي الدقيقه 59 كره ثابته تتلعب بسرعه والدفاع يتلخبط ومايمانوف يسبق الكل ولمسه على الطاير تروح ارضيه على طول في المرمى، وبالهدف ده موسكو يتقدم 2-0 على موناكو، وموناكو يتفاجئ بس لسه ما خرجش من الماتش. وفي الدقيقه 69 كره عاليه جوه ال 18 ورأسيه حلوه جدا من مورينتيس فوق الحارس، وكره تدخل الشبكه وكده النتيجه بقت 2-1 لموسكو. هدف موناكو ده مهم جدا خارج الارض ورجع المواجهه للحياه، والحكم يصفر والماتش ينتهي 2-1 لموسكو. بس موناكو كان لها كلمه تانية، وماتش الاياب يبدا على ملعب لويس الثاني، وجماهير موسكو كان باين عليها اللي هي متوتره، وموناكو كان عارف ان هدف واحد بس يكفيه ويأهله للدور اللي بعده بسبب قاعده الهدف خارج الارض. والماتش بدا والماتش كان مقفول خالص، وموسكو كان بيدافع وموناكو كان بيحاول بصبر. وفي الدقيقه 60 كره عرضيه ارضيه لبارشو، وبارشو بشماله ويشوط كره وتدخل الشبكه وكده 1-0 لموناكو، والملعب ولع واشتعل بس الفريق ما اندفعش، وموسكو كان بيحاول يرجع ويسجل هدف لكن دفاع موناكو كان منظم جدا وقافل عليهم، وموناكو عمل اللي في دماغه والحكم صفر والماتش انتهى وخلص 2-2. وبكده يكون موناكو تأهل وراح للدور اللي بعده وهو ربع النهائي وهيقابل ريال مدريد. فخلينا بقى نروح على المواجهه اللي بعدها في دور ال 16، والمواجهه الثالثه في دور ال 16 كانت ما بين شوتجار وتشيلسي. مواجهه يمكن ناس كتير شايفينها وقتها ان هي كانت سهله لتشيلسي، وبيبدا ماتش الذهاب في المانيا في ملعب شوتجار ما بين الجمهور الالماني كان مولع الدنيا، وتشيلسي ساعتها ما كانش بيتفاهم، كان داخل يخلص بدري على طول، وتيجي الدقيقه 12 وعرضيه بسيطه ولخبطه قدام المرمى ومايرا يحاول يبعدها بس بيحطها في نفسه، وبالهدف ده تشيلسي يتقدم 1-0 بهدف عكسي. وتشيلسي في الماتش ده كانت بتلعب بذكاء جدا، ولامبرد وماكاليلي كانوا ماسكين خط الوسط قافلين، والماتش ينتهي 1-0 لتشيلسي بهدف عكسي. ويبدا الاياب على ملعب تشيلسي، ليله انجليزيه بارده والجماهير كانت مستنيه الحسم، وشوتجار كان محتاج هدف واحد بس عشان يتأهل، وتشيلسي كان محتاج هدوء والماتش كان مقفول. وبعد محاولات كتير من لعيبه شوتجار الماتش انتهى 0-0 وكان تشيلسي قافل الماتش نهائي، وبكده الماتش يخلص 1-0 لتشيلسي ويتأهلوا للدور اللي بعده. والمواجهه الرابعه كانت ما بين ارسنال وسيلتا فيجو. الناس وقتها كانت شايفه ان ارسنال مرعب جدا، فريق ارسن فينجر كان ماشي في انجلترا محدش عارف يوقفه، وقال جري الدوري من غير هزيمه بيكتب التاريخ وهيحقق اول دوري ابطال في تاريخه. يلا بينا نشوف. وبتبدا مباراه الذهاب في اسبانيا في اجواء كلها اسبانيه وصوت في المدرجات عالي، وفي الدقيقه 18 عرضيه لارسنال وكره نازله عاليه وايده يدخل على الكره هو والحارس وتدخل الشبكه، وفي الكره دي الحارس دخل غلط ومناخيره قعدت تنزف ساعتها والهدف لسه ما اتلغاش، والهدف اتحسب 1-0 لارسنال، بس سيلتا فيجو ما يسكتش ويرد بسرعه. وفي الدقيقه 27 كره فاول لسيلتا فيجو وتترفع عرضيه وايده يسجل في نفسه هدف التعادل، وتحس ان هو كان بيصالح الحارس ساعتها، والماتش بقى 1-1 والماتش ولع، وكره عاليه وراسيه حلوه قوي من لاعب سيلتا فيجو لكن الكره في العارضه وكان هيبقى هدف التقدم. وفي الدقيقه 58 وايده تاني بهدف عالمي وتسديده ارتو في ال 90 ويقدم ارسنال 2-1، بس سيلتا فيجو ما استسلمش
استسلمش وقال لك لا انا مش هقع. وفي الدقيقه 64 وكره ركنيه لسيلتا فيجو ورأسيه وتنزل على الارض ويكمل عليها خوسيه والكره تدخل الشبكه وهدف، وكده الماتش 2-2 والمباراه كانت مفتوحه على اخرها وكل هجمه بخطر على الفرقه الثانيه. وفي الدقيقه 80 باص لبيريز وبيريز يستلم جوه ال 18 ويركنها ارضيه وتدخل الشبكه وهدف، وبكده الماتش ينتهي الارسنال 3-2 بتقدم ونتيجه كبيره بره الارض، وارسنال راجع لندن وهو حاطط رجل على رجل. ويبدا ماتش الاياب والجماهير كلها كانت على اعصابها والجماهير كلها كانت واقفه من اول دقيقه في الماتش. وفي الدقيقه 14 هنري بينطلق من اليمين وانهاء عالمي في الزاويه الصعبه وتدخل الشبكه وتقدم ارسنال. سيلتا فيجو حاول يرجع بكل قوته وضغط بس دفاع ارسنال كان منظم. وفي الدقيقه 34 والقاضيه وكره من بيركام وبلمسه من هنري تدخل الشبكه والفريق بيبقى صعب على سيلتا فيجو. وفي الدقيقه 74 سيلتا فيجو خد طرد والملعب كله اهتز والمباراه بعدها هديت لسيلتا فيجو والحكم صفر والماتش انتهى بنتيجه 5-2 لارسنال. ارسنال ساعتها في الموسم ده مش في البطوله بس، فريق كان بيلعب كره ممتعه وسريعه، كان موسم لا هزيمه في الدوري الانجليزي والحلم الاوروبي كان لسه عايش للجماهير. والمواجهه اللي بعديها كانت ما بين بورتو ومانشستر يونايتد. بورتو ساعتها محدش كان مديله حقه وكان معاه مدرب لسه طالع واسمه جوزيه مورينيو وكله كان متوقع ان يونايتد يعدي بسهوله، بس بورتو كان عنده راي تاني. وتبدا مباراه الذهاب في البرتغال على ملعب بورتو، كان ساعتها ملعب جديد وجمهور نار وبورتو كان داخل بثقه غريبه. وفي الدقيقه 14 يجي فاول للمان من بعيد جدا وسكولز برجله القويه يسدد كره على الحارس ويصدها الحارس بصعوبه، والكره طبعا من الحارس وفورتشن يكمل عليها ويحطها في مرمى بورتو. وبعد الهدف وتقدم اليونايتد 1-0 انت فاكر الماتش هدي؟ لا ده بورتو ولعها اكتر. وفي الدقيقه 29 عرضيه من بورتو ومكرسي على الطاير يرزعها في الشبكه وهدف التعادل 1-1. وفي الشوط الثاني والدقيقه 78 بورتو كان بيبني اللعب وكره عرضيه وعاليه في ال 18 وميكرسي يطير براسيه صعبه تدخل شباك فالديس وتبقى النتيجه 2-1 لبورتو. اليونايتد كان بيعمل كل حاجه عشان يرجع في الماتش، لكن في الدقيقه 87 طرد لروي كين، وبعد الطرد ده الماتش خلص بفوز بورتو 2-1 على مانشستر يونايتد. جماهير يونايتد ساعتها كان عندها امل وقالت لك لسه في ماتش في الاورد ترافورد. ويبدا ماتش الاياب في انجلترا على ملعب مانشستر يونايتد مسرح الاحلام والجمهور الانجليزي كان واثق. وفي الدقيقه 32 عرضيه حلوه في ال 18 وراسيه من سكولز تدخل الشبكه وتعيد امال الجماهير، والمجموعه بقى 2-2 واليونايتد كده متاهل بالقاعده القديمه اللي هي هدف خارج الارض. والوقت بيعدي وبورتو بيحاول بس دفاع اليونايتد كان صامت، ودخلنا في الدقايق الاخيره والجمهور بدا يحتفل بدري ويجي فاول لبورتو تسديده قويه جدا وفاندن سار يبعدها غلط وكوستينيا يكمل عليها ويدخلها الشبكه والكل تروح للخط الجانبي ومورينيو كان بيجري في الملعب واحتفال مش طبيعي، والحكم يصفر والماتش يخلص بتاهل بورتو 3-2 على اليونايتد. ومن هنا بدا اسم السبيشال 1. والمواجهه اللي بعدها على طول كانت ليون ضد ريال سوسيداد. ويبدا ماتش الذهاب في اسبانيا ليله في سباستيان وجمهور قريب من الملعب وصوت كان عادي، والمباراه دي كانت تكتيكيه جدا ومساحات قليله لكل فرقه وكل فريق مستني غلطه عن التاني. وفي الدقيقه 18 عرضيه فرنسيه ولخبطه قدام الجون ومدافع ريال سوسيداد يدخل الكره في نفسه، وساعتها ريال سوسيداد حاول يرجع وتشابي الونسو كان بيبني اللعب بهدوء بس دفاع لوين كان صلب، وبرغم كل الهجمات دي الحكم يصفر والماتش يخلص بفوز لوين 1-0 على ريال سوسيداد. ويبدا الاياب في فرنسا في ملعب جيرلان، جمهور لوين كان واثق جدا ان فريقه هيكسب وسوسيداد كان محتاج هدف واحد بس عشان يتاهل، والمباراه كانت مقفوله وكلها احتكاكات. وفي الدقيقه 77 جينينو يرزع الهدف الاول في المباراه، وساعتها لعيبه سوسيداد انهارت نفسيا والماتش خلص 2-0 للوين بمجموع المباراتين. والمواجهه اللي بعدها كانت ما بين اي سي ميلان وسبارتا براغ، وعلى الورق ساعتها كان ماتش سهل جدا لاي سي ميلان وكان يتاهل بسهوله. ويبدا ماتش الذهاب في التشيك ملعب بارد وجمهور قريب من اللعيبه، مباراه كانت تكتيكيه بحت، ميلان كان مش مستعجل، سبارتا براغ كان عايز يندفع بس الماتش ما كانش فيه هجمات كتير فالماتش خلص 0-0 ساعتها، رغم ان النتيجه كانت 0-0 بس سبارتا براغ كانت عارفه ان ميلان مستنياها في السانسيرو. ويبدا الاياب في ايطاليا في ملعب سانسيرو ليله اوروبيه في ميلانو ودخان في المدرجات وتوتر من لعيبه سبارتا براغ، وسبارتا براغ ساعتها هيفاجئ الكل. وفي الدقيقه 59 عرضيه من سبارتا وراسيه من يوني وتدخل الشبكه 1-0 لسبارتا براغ، وكانت صدمه من جماهير ميلان في المدرجات بس ميلان ساعتها ما كانش فريق ينهار. وقبل نهايه الشوط الاول كره عرضيه ارضيه لانزاجي وبلمسه مهاجم يركنها في الشبكه 1-1 وتعادل. وفي الدقيقه 66 عرضيه شيفشينكو وراسيه روعه تخلي ميلان يتقدم 2-1. وفي الدقيقه 79 كره شيفشينكو في ال 18 وتسديده قويه ارضيه وهدف وخلى كده المباراه بقت للميلان. وفي الدقيقه 85 جاتوزو يشوط كوره من بره ال 18 والمدافع يحط رجله والكره تغير الاتجاه وتدخل هدف، وبكده النتيجه تكون 4-1 للميلان والمباراه انتهت وخلصت، وميلان عرف جماهيره انه عمره ما يخذلهم. ميلان يتاهل لربع النهائي بنتيجه 4-1، فريق كان بيلعب بسكه البطل وهدوء ايطالي وجوده فرديه مرعبه. ميلان 2004 كانت نسخه تقيله جدا على اي حد يقابله، بس للاسف القصه دي كان لها نهايه دراميه ومؤثره جدا للميلان. ونيجي لاخر مواجهه في دور ال 16 كانت ما بين يوفنتوس وديبورتيفو لاكارونيا، وتبدا مباراه الذهاب على ملعب لاكارونيا، واليوفي كان جاي تقيل بفون في الحراسه ونيدفيد وديلبيرو وتريزيجيه قدام، لكن لاكارونيا ما كانش جاي يتفرج ولا يهزر،
منظر. وفي الدقيقه 37 كره عاليه في ال 18 ولوكا على الطاير يركنها في الشبكه و1-0 لديبردوفو لاكاروني، والماتش يخلص 1-0 للاكارونيا. انتصار مش كبير بس الصاله واضحه منهم ان احنا هنا ومش خايفين. واليوفي يرجع تورينو وعينه على الريمونتادا، وتبدا مباراه الاياب في ايطاليا على ملعب تورينو، ملعب ضخم ضغط جماهيري واليوفي لازم يكسب. لكن الصدمه جت بدري قوي. في الدقيقه 12 بنداني يشمس مدافعين يوفنتوس ويشوط كره وتدخل الشبكه، وساعتها الصمت يملى مدرجات يوفنتوس والاجمالي بقى 2-0 للاكاروني. واليوفي كان محتاج 3 اهداف عشان يعدي، لكن الدفاع الاسباني كان منظم وكل دقيقه بتعدي بتقتل الامل. وتيجي صفاره النهايه ولاكارونيا يكسب 1-0 ومجموع المباراتين يكسب 2-0 ومن غير اسماء سوبر ستار، بس فريق عارف هو بيعمل ايه كويس في الملعب. والموسم ده كان مليان مفاجآت، ولاكارونيا ما كانش مجرد فريق عادي عدى دور، ده كان فريق بيكتب ملحمه هتكمل لقدام بطل ايطاليا التاني، بس دي حكايه تانية. وبعد ما دور ال 16 خلص يلا بقى نبدا في ربع النهائي. واول مواجهه معانا في ربع النهائي كانت ما بين موناكو وريال مدريد، ومباراه الذهاب تبدا في سانتياغو برنابيو، وبرنابيو كان مليان نجوم والابيض مالي المدرجات، واحساسي ان ريال مدريد داخل يحسم بدري والماتش كان فيلم رعب حرفيا للجمهورين. هجمات من هنا وهجمات من هنا وفرص ضاعت كتير كانت ممكن تغير سيناريو الماتش. وفي الدقيقه 43 سكولاشي بكره جوه ال 18 يسجل الهدف الاول لموناكو، وبعدها بدقائق صغيره مدريد ما يستناش وعلى طول في الدقيقه 51 غيرها يسجل رأسيا، واللعيبه قالت ان الكره ما عدتش الخط لكن الحكم في الاخر حسبها. وفي الشوط الثاني والدقيقه 70 تسديده قويه والحارس يصدها لكن زيدان يكمل عليها ويسجل الثاني المدريد. وفي الدقيقه 77 تدخل على الظاهره والحكم يحسبها ضربه جزاء، ولويس فيجو يخش يشوطها والحارس يصدها لكن يكمل عليها ويسجلها الثالث لمدريد. ومدريد ما يسكتش على كده، وفي الدقيقه 81 جمهور مدريد بيحتفل وخلاص النتيجه دي تأهل مدريد حتى لو ما لعبش في الاياب، بس موناكو كان مش سهل. ومورينتس في الدقيقه 83 يسجل رأسية روعة اللي بسببها هترجع موناكو تاني، ومباراة تنتهي بنتيجة 4-2 وجماهير مدريد كانت فرحانة وخلاص ضمن التأهل، وجماهير موناكو على أعصابهم وخايفين إن المباراة الجاية تكون سكور ومدريد يكسب أكتر ويبدأ الإياب وكله على أعصابه. ملعب صغير بس الإيمان فيه كبير من جماهير موناكو، وريال مدريد داخل بثقة زيادة شوية وما كانش يتوقع اللي هيحصل له في الماتش يا عيني. وفي الدقيقة 36 زيدان يفوت كرة بطريقة جامدة جدا وراؤول يركنها في الزاوية، وبالهدف ده جماهير مدريد اطمنت خلاص، وجماهير موناكو فقدت الأمل وخلاص التأهل ضاع، بس اللعيبه كانت لسه. ومن هنا موناكو بدأ يرد ويبدأ الرومونتادا، وفي الدقيقه 45 اورينتس رأسيه وتروح اسيست الجول ويشوطها صاروخ وتدخل هدف والنتيجه بقت تعادل. وبعدها بدقيقتين بس وفي الدقيقه 48 كره عاليه لمورينتس وبرأسيه تدخل هدف، ومن هنا لاعيبه مدريد اترعبت هي والجماهير، وجماهير موناكو رجع لهم الامل من تاني. وتيجي القضيه في الدقيقه 66 وكله بيتفرج عادي، وفجاه تسديده والكره تخبط في جيولي وتدخل هدف، وكله بدأ يحتفل وفرحان الجماهير واللعيبه، والهدف ده هيأهلهم للدور اللي بعده، والحكم يصفر وينتهي الماتش، وبالنتيجه دي موناكو يتأهل للدور اللي بعده والجماهير فرحانه واللعيبه فرحانه. وتاني مباراه معانا في ربع النهائي كانت ما بين تشيلسي وارسنال، ديربي لندن وقمه عالميه والجماهير متحمسه وكل جمهور عايز فريقه يحسمها. وتبدا مباراه الذهاب، وفي الدقيقه 53 الحارس يخرج يلحق الكوره لكن جوديونسون يخطف الكوره ويسجل الهدف الاول اللي يخلي تشيلسي متقدم في المباراه، لكن بيريس ما يسكتش ويرد عليه على طول. وفي الدقيقه 59 كره عاليه ورأسيه من بيريس ويسجل التعادل لارسنال، وهجمه من هنا وهجمه من هنا والماتش خلص بالتعادل 1-1. وتبدا مباراه الاياب ومحدش كان متوقع مين يحسمها، ولندن كلها كانت على اعصابها. وفي الدقيقه 45 عرضيه من فييرا ويكملها ريس ويخرج ارسنال من الشوط الاول متقدم 1-0، ويبدا الشوط الثاني وفي الدقيقه 51 على طول تسديده صاروخيه من ماكاليلي وتقع من الحارس ويكملها لامبرد بهدف، وفي وقت صعب جدا وقاتل. وفي الدقيقه 87 1-2 من بريدج وبشماله ويخطف التأهل لتشيلسي، هدف قتل امال جماهير ارسنال واللعيبه، والماتش ينتهي بفوز تشيلسي 2-1 وتتأهل لنص النهائي. تشيلسي يختفى من قلب هايبري وديربي لندن يتحسم في اخر الانفاس. وتالت مواجهه معانا في ربع النهائي كانت ما بين بورتو وليون الفرنسي، جماهير بورتو كانت واثقه في لعيبتها وما بقتش خايفه من اي خصم، ولاعيبه ليون كانت داخله المباراه وكانت بتفكر في المكسب بس. وتبدا مباراه الذهاب على ملعب الدراغاو، وفي الدقيقه 44 تسديده ولكن توصل لديكو ويسجلها هدف وبورتو يتقدم 1-0. وفي الشوط الثاني وفي الدقيقه 71 فاول لبورتو وعرضيه في ال 18 وكارفاليو برأسيه قويه جدا يسجل الثاني لبورتو، والمباراه تنتهي بتقدم بورتو 2-0. وتبدا على طول مباراه الاياب ولاعيبه ليون داخله وهدفها ترجع في النتيجه بس، لكن مانيش ما ادهمش فرصه، وفي الدقيقه 6 هدف في الزاويه والمجموع يكبر والماتش يصعب على ليون، وبعدها بدقائق صغيره جدا وفي الدقيقه 14 لخبطه في دفاع بورتو وليندولا يخطف الهدف الاول لليون، لكن في الشوط الثاني
التاني وفي الدقيقة 47 مانيش يسجل الهدف اللي يقول لي لويون خلاص هي كده انتهت. وفي الدقيقة 74 يحصل طرد لويون ويصعب عليهم الماتش اكتر واكتر ويصعب عليهم الرومونتادا. وفي الوقت القاتل والدقيقة 90 إلبر يسجل رأسية والهدف التاني لليون، هدف شرفي يثبت انهم جم الماتش بس لكن مش هيغير حاجة فيه. والحكم يصفر وتخلص 4-2 لبورتو ويتأهل لنص النهائي، وفاروق ميرينيو يكتب الحكاية اللي هتكمل للنهاية. واخر ورابع مواجهة معانا في ربع النهائي كانت ما بين ديبورتيفو لا كارونيا واي سي ميلان. حرفيا مباراة الذهاب والاياب كانوا من امتع الماتشات في البطولة ومن اكتر الرومونتادا الممتعة في التاريخ. الفرقتين كانوا بيضربوا في بعض وكان فيلم اكشن مش ماتش كورة. وتبدأ مباراة الذهاب وفي الدقيقة 11 باندياني يسجل الاول ورأسية قوية، ويبدأ الشوط الثاني ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدقيقة 45 عرضية وكاكا يستلمها بركبته وصاروخ في الشبكة وهدف التعادل. وبعدها بدقيقة شيفشينكو هدف ارتو روعة جدا ويقدم ميلان في الماتش، وكاكا يرد عليه على طول في الدقيقة 49 وعلى طول تسديدة في الزاوية ويكبر الفارق للميلان. وفي الدقيقة 53 فاول للميلان وبيلو بمزيكا في ال90 وميلان يحسم الماتش، وينتهي الماتش بفوز الميلان 4-1 وبتفوق واداء جامد. ويبدأ ماتش الاياب على ملعب لاكارونيا، ولاكارونيا داخله للفوز بس والجماهير كانت خايفه من الفضيحه. والماتش يبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى طول في الدقيقه 5 باندياني وبتسديده بشماله والهدف الاول والرومونتادا قربت. وفي الدقيقه 35 عرضيه وتعدي من الحارس بطريقه غريبه ورأسيه من فريون ويسجل الهدف الثاني. وكل هدف للاكارونيا كان بيكبر الامل للجماهير اكتر واكتر. وفي الدقيقه 44 حارس لاكارونيا يرفع كره عاليه وتنزل للوكي ولوكي يستلمها ويرقص دفاع الميلان ويركنها بطريقه جامده جدا. وفي الدقيقه 76 فران يستلم كره بكتفه ويشوط وتخبط في دفاع الميلان وتدخل هدف، والرومونتادا حضر من 4-1 ل 4-0. رومونتادا ممتعه وتحس ان هو فيلم درامي، والماتش ينتهي بفوز لاكارونيا على الميلان 5-4 ويتأهل لنص النهائي. واول ماتش معانا في نص النهائي كان ما بين تشيلسي وموناكو. تشيلسي كانت داخله الماتش ومش شايفه قدامها الا حلم الفاينل، وموناكو كان داخل وعنده ثقه انه هيعمل اللي عليه وهيكسب. وتبدا مباراه الذهاب في استاد موناكو، وفي الدقيقه 17 عرضيه من فاول وبورشو براسيه قويه جدا ويسجل هدف تقدم موناكو. وفي الدقيقه 22 لخبطه من الدفاع وكريسبو يسجل هدف التعادل على طول ويرجع تشيلسي للمواجهه. في الدقيقه 53 لاعب موناكو يضرب ماكاليلي وياخد طرد، لكن شخصيه موناكو كانت قويه جدا وما تاثرتش بالطرد ده. وفي الدقيقة 78 مورينتس بكرة على الطاير ويسجل الهدف الثاني لموناكو. وفي الدقيقة 83 سورولين دوندا في ال18 يلمسها وتدخل هدف وموناكو يحسم الذهاب خلاص، والماتش يخلص بفوز موناكو على تشيلسي 3-1. وتبدأ مباراة الإياب وكله كان متوقع ان تشيلسي تعمل رومونتادا، وموناكو عامل حسابه على كل السيناريوهات اللي هتحصل في الماتش. وفي الدقيقة 44 لامباردي يسجل الهدف الثاني، وبكده تشيلسي ترجع للماتش تاني وجماهير البلوز يرجع لهم الامل من تاني. لكن موناكو ما يستسلمش، بعدها بدقيقة واحدة بس إبارة يسجل رأسية من نص فرصة وتدخل هدف قبل نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 60 مورينتي يستلم كرة جوه ال18 ويركنها هدف ويتقدم موناكو. وطول الماتش تشيلسي مش ساكت وعمال يهاجم، وينتهي الماتش بفوز موناكو 5-3 ويتأهل للنهائي والحلم بيقترب. وتاني ماتش معانا في نص النهائي كان ما بين بورتو وديبورتيفو لا كارونيا. الفرقتين كانوا داخلين دارسين أخطاء بعض وكل واحد فيهم داخل خايف وعايز يخطف بطاقة النهائي. ومباراة الذهاب تبدأ، وكانت المباراة فيها هجمات كتير بس ما كانش حد بيسجل وكانوا واخدين حذرهم جامد قوي، وفي الاخر الماتش خلص 0-0. ويبدا ماتش الاياب وبرده كانوا واخدين حذرهم، اي غلطه كل ده هيضيع وهم مش كل يوم في نص النهائي يعني. والماتش كله هجمات وتكسير وعايزين يخطفوا هدف واحد بس يأهلهم للنهائي. وفي الدقيقه 60 تدخل على زيكو جوه ال18 والحكم يحسبها ضربه جزاء، ودريلي هو اللي هينفذ ضربه الجزاء ويدخل ويشوط الكوره وتيجي هدف وتعدي الحارس، وبورتو بعدها يقفل دفاعه ويرجع لورا والماتش يخلص بفوز بورتو 1-0 ويبقى فاضل خطوه للكاس ويتحقق الحلم. والنهائي يبقى ما بين بورتو وموناكو، فرقتين محدش كان يتوقع ان هم يوصلوا النهائي ساعتها. ويبدا النهائي والجماهير مليانه حماس واللعيبه شايفه حلم الكاس قدامها اخيرا. المباراه بدات بتكسير وتدخلات قويه وهجمات، وموناكو كانت بتحاول بس بورتو كانت بتعرف تستغل الفرص صح. وفي الدقيقه 39 كره في ال18 لكارلوس البرتو وبلمسه يفجر الشبكه ويتقدم بورتو في النتيجه. وموناكو طول الماتش كانت بتحاول وطلع عينيها لكن الحظ ما كانش معاها. وفي الدقيقه 71 كره على الطرف وباص لديكو وينقف في الزاويه
رجع العكس والهدف التاني لبورتو وحلم موناكو بيضيع. وبعدها على طول ب3 دقايق بس وفي الدقيقه 75 سرولي نشتيف ويرزعها في الشبكه، وكله كان مستغرب ازاي موناكو مستسلمه كده وخلاص كده بورتو ضمنت الماتش والكاس. وبعد محاولات من موناكو والماتش ينتهي بفوز بورتو 3-0 والجماهير واللعيبه بتحتفل، ولقطات حسره من لعيبه موناكو ومورينيو كان بيبوس الكاس، ولاعيبه بورتو اخيرا بترفع الكاس بعد مشوار طويل، بعد موسم طويل من التعب والتحديات والصعوبات، ويحققوا الحلم اخيرا ويرفعوا كاس دوري الابطال. بورتو فريق قلب كل التوقعات وما كانش مرشح يعدي دور ال16 اصلا وسط مدريد واليونايتد والعناتيل دول ساعتها. واخيرا اسود البرتغال ساعتها ثبتوا للعالم انهم فريق لا يقهر وهم الافضل. واخيرا بعد انتهاء البطوله خد هداف البطوله ساعتها مورينتس من فريق موناكو ب9 اهداف، وخد احسن لاعب في البطوله ديكو من فريق بورتو. وكده يكون دي الجوائز اللي خدها اللعيبه. دوري ابطال اوروبا 2004 ما كانتش مجرد بطوله، ده تاريخ ما يتنسيش وعلمتنا ان الاجتهاد بيوصلك لحلم. فرق كبيره وقعت وفرق محدش كان متوقعها وصلت وحلمت وكسبت، كل ماتش كان بسيناريو مجنون وكل هدف كان ممتع. وفي الاخر البطوله دي علمتنا ان الكره مش اسماء، الكره قلب وروح وشخصيه، وده اللي خلى موسم 2004 يفضل لحد دلوقتي واحد من احسن وافضل مواسم دوري الابطال. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، ان شاء الله باذن الله يعجبك والملخص يعجبك وطريقه كلامي تكون عجبتك، ويا ريت تدوس لايك او اشتراك. عايزين نوصل 1000 مشترك قبل رمضان يا ريت، عشان دي هتفرحني جدا وهتفرق معايا. الاشتراك او الفولو على اي منصه بتتابعني عليها هتفرق معايا جدا عشان اوصل ل1000 مشترك قبل ما رمضان يدخل علينا. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يكون رمضان سعيد عليكم. ومهما كان رايك في الفيديو سواء عجبك او ما عجبكش او مش مهتم بيه، دوس لايك لان ده بيفرق معايا جدا وبيفرحني جدا جدا جدا. وباذن الله طول ما انتم معايا وبتدعموني ان شاء الله هكبر اكتر واكتر، وباذن الله اعمل لكم فيديوهات احلى من الاول. وبس كده، سلام.